لدينا هذا الإثبات الجميل في النسب المثلثية العكسية لزوايا عددية. يقول tan inverse 1 لواحد زائدا tan inverse 1 لاثنين زائدا tan inverse 1 لثلاثة تساوي باي. لكي نثبت نقول أولا tan inverse 1 للواحد هي تساوي باي على 4. إذا تكون معي مثلا نقول y تساوي tan inverse 1 لواحد زائدا tan inverse 1 ل2 زائدا tan inverse 1 ل3. بالتالي هنا تكون باي على 4 زائدا tan inverse 1 ل2 زائدا tan inverse 1 3. الآن لو نقلت الباي على 4 على الطرف الآخر بيكون معي واي ناقصا باي على 4 تساوي tan أس سالب 1 ل2 زائدا tan أس سالب 1 ل3. طيب الآن معروف إنه لو أدخلت التان للزاوية الطرف هذا اللي عبارة عن واي ناقص باي على 4 وأيضا أدخل التان لهاتين الزاويتين اللي تان inverse 1 ل2 زائد تان inverse 1 ل3. الآن هذا قانون، إذن هو يعني بيساوي تان لمجموع زاويتين عبارة عن تان الزاوية الأولى اللي تان أس سالب 1 ل2 زائدا تان الزاوية الثانية اللي تان أس inverse 1 ل3 مقسوم على 1 ناقصا حاصل ضرب تان الزاويتين تان inverse 1 2 في تان inverse 1 3. طبعا في يعني قاعدة تقول إنه التان مع التان السالب 1 خلاص تلغي كل واحدة الأخرى، فبالتالي يبقى في البسط 2 زائدا 3 على 1 ناقص 2 في 3. وهذه طبعا بتساوي 5 على 1 ناقصا 6 أي بيساوي 5 على سالب 5 أي بتساوي التان واي ناقص باي على 4 بتساوي سالب 1. طبعا السالب 1 هذه يعني بالنسبة لقيم التان بالنسبة لهتان هي عبارة عن تان inverse 1 لسالب 1 أي تساوي 3 باي على 4. إذا ممكن أعوض عنها السالب 1 بأنها تساوي يعني كأننا أخذ هنا الطرفين تان بس سالب 1 فيبقى معي هنا واي ناقص باي على 4 يساوي بدل السالب 1 اكتب 3 باي على 4. احنا نريد نشوف قيمة واي هل بتطلع نفس المساواة. إذا واي بتساوي 3 باي على 4 زائدا باي على
4 وهذا بتساوي 4 باي على 4 أي بتساوي باي، وفعلا هو إيش الطرف الأيمن.